طالما انت دوستي وفتحت الفيديو ده دلوقتي فده معناه ان انت شايفه الراجل اللي انت معاه في علاقه عينيه زايغه ومش عارفه تتصرفي معاه خالص. بس انا عايزك تطمني على الاخر، لان باذن الله في الفيديو ده انا هقول لك تعملي ايه بالظبط خطوه بخطوه عشان خاطر حرفيا تخلي الراجل اللي عينيه زايغه ده مش شايف حد غيرك. عشان كده هطلب منك تركزي كويس قوي في كل كلمه انا بقولها وكملي الفيديو الاخر عشان الصوره توضح لك كامله. اول حاجه لازم تعمليها هو التشخيص السليم. بصوا يا جماعه، عشان خاطر نعالج مشكله معينه او موضوع معين او حتى مرض معين، بما ان انا صيدلي يعني، فبالتالي احنا لازم نشخص صح. لو الواحد مش مشخص صح ومفيش تشخيص سليم بيبقى العلاج الواحد بيلطش، الواحد بيلوش، بنجرب اي حاجه. فعشان كده انا عايزك تشخصي صح الحاله. يعني ايه تشخصي صح؟ عايزك تسالي نفسك السؤال ده: هل جوزي او هل الراجل اللي انا معاه في علاقه فعليا عينيه زايغه ولا لا؟ دلوقتي هتستغربي، اكيد عينيه زايغه، ما انا بتفرج على الفيديو ده ليه؟ لا على فكره مش لازم ابدا يبقى عينيه زايغه. انا هنا هسالك سؤال واحد، انت الوحيده اللي هتعرفي تجاوب على السؤال ده، وانت الوحيده اللي عارفه حقيقه السؤال ده: هل انت بتعملي للراجل اللي انت معاه في علاقه كل حاجه هو بيحبها وبتبعدي عن كل حاجه بتضايقه؟ بصي، انا وانت عارفين كويس جدا ان انت اكتر واحده في الدنيا عارفه كويس كل تفصيله الراجل اللي انت معاه في علاقه بيحبها، وعارفه كل حاجه بتضايقه. انت اكتر واحده عارفه الموضوع ده، سواء كان الراجل قدامك من النوع الناس الاوبن اللي بيحبوا يتكلموا وبيحكوا وبيوضحوا ليكي الامور، او هو كان من نوع الناس الغامضه. انت عارفه ايه اللي بيعجبه وعارفه ايه اللي ما بيعجبوش، عارفه ايه اللي بيحبه وبيشده وعارفه ايه اللي بينفره. لو كانت اجابه السؤال ده فانا بقول لك يا صح، جوزك او الراجل انت معاه في علاقه ده عينيه زايغه، وساعتها هنتكلم او هنتنقل للنقطه الثانيه. لكن لو كانت اجابه السؤال ده لا، فخلاص يبقى ساعتها هنجاوب على الحته دي، وانا بقول لك ما تكمليش الحلقه، مفيش اي داعي تكملي الحلقه. ساعتها انت بس كده خدي بعضك وروحي واعملي اللي عليكي وطبقي الحاجات اللي هو نفسه فيها او الحاجات اللي هو بيدور عليها في العلاقه، وابعدي عن الحاجات اللي بتضايقه والحاجات اللي بتخليه ينفر منك، وساعتها هتكتشفي ان جوزك يعني مش زيغه ابدا. لان يا جماعه انا ملاحظ الموضوع ده جدا في الناس اللي بتتواصل معايا والناس اللي بتاخد رايي في جلسات او استشارات كتيره، ان هم بييجوا بيحكوا له القصه بتاعتهم، بكتشف في الاخر ان هي دايما بتبقى شايفه ان جوزها لعوب وجوزها مخادع وجوزها عينيه زيغه، والحقيقه ان هو جوزها مش عينيه زيغه ولا في اي مشكله خالص. كل الفكره ان انت مش مدياله الحاجه اللي هو بيدور عليها، برغم ان هو وضحها لك وبرغم ان انت عارفاها كويس. فبالتالي هو كراجل حقه جدا ان هو يدور على الحاجه دي بره، لان هو وضح لك وقال لك ان الحاجات دي عايزها، انت ما بتعملها ليش. يبقى انا مستنيه مني ايه؟ مستنيه ان انا افضل مكمل في العلاقه وان انت تبقي ضمناني وخلاص؟ لا طبعا، انا عندي احتياجات معينه وهدور عليها وهاخدها ايا كان منك او من غيرك. طيب دلوقتي احنا افترضنا بقى ان جوزك عينيه زايغه، ايه اللي بقى المطلوب منك تعمليه في الحاله الثانيه اللي هو انا جوزي عينيه زايغه؟ اول حاجه تعمليها كويس جدا، انك ما تحسسهوش ابدا ان هو عينيه زايغه. يعني ما تقعديش طول الوقت تلقحي معاه بالكلام، مثلا لما بيتفرج على التلفزيون واحده عاجباه، لما يشوف واحده في الشارع عاجباه، واحده زميلته في الشغل عاجباه، مش كل شويه تقعدي تسمعيه كلمه دي عاجباك، دي شداك، دي انت نفسك فيها، طبعا ما دي ماليه عينيك اكتر مني، طبعا ما هي اللي قاعده معاك دي مش عاجباك. ما تسمعوش خالص الكلام ده. عارفه الكلام ده ليه ما تسمعوش؟ هقول لك ليه. عشانك انت لما بتيجي بتقولي للواحد اللي قدامك الكلام ده، على فكره لو حتى هو شايفك قمر وحتى شايفك احلى البنات وحتى شايفك ان هو اللي كان بيحلم بيكي طول العمر، طالما انت ما عندكيش الثقه دي في نفسك وانت موصله له فكره ان هو ممكن يبقى شايف البنات دي احلى منها او سوري احلى منك، ففي الحاله دي هو فعليا هيشوف البنات دي احلى منك. يعني انت كده بتزرعي فكره في راسه هي ممكن ما تكونش موجوده اساسا. طب طالما انت زرعت فكره في راسه حتى في اللاوعي عنده بيسمع الكلام ده بيتاثر، هو بيتاثر بيه غصب عنه، يبقى ايه الداعي ان هو اساسا يبص عليكي؟ طب ما انت نفسك شايفه ان دول احلى منك، يبقى هم اكيد احلى منك حتى لو انا مش شايفهم احلى منك. تاني حاجه تعمليها ودي نقطه مهمه جدا في فكره حرفيا هتخليه مش عينيه زايغه ابدا وهتخليه مش شايف غيرك، هي فكره اربط القيم اللي هو بيدور عليها، تاني كلمه اللي هو بيدور عليها، بيكي. يعني ايه؟ يعني لو جوزي مثلا على سبيل المثال بيحب الفرفشه، فجوزك بيشتغل وعنده ضغوطات او عنده مشكله مع اهله، عنده مشكله مع اصحابه، ايا كان نوع المشاكل، الحياه كلها ضغوطات. لو هو كده تعالي انت بقى، هو بيحب الفرفشه، تعالي انت فرفشيه، وبعد كده قولي له جمله زي بتاعت اللي هو شفت والله انا شايفه ان انت الحمد لله انبسطت، ادينا اهو يا سيدي بسطتك، خلاص يا سيدي لما يبقى مودك مش رايق تعالى لي وانا هخلي لك مودك كويس. انت كده عملت ايه في الحاله دي؟ انت كده ربطت برضه في اللاوعي عنده ان انت غيرت له المود بتاعي. انا كنت قاعد متضايق وقرفان ومكشر ومبوز وعليا ضغوطات قد كده، قعدت معاكي فرفشتيني وضحكتيني ونسيتيني الهموم، وبعد كده سمعتيني جمله لما يبقى مودك مش كويس تعالى لي انا اغير لك مودك. ساعتها انت ربطت عندي قيمه الفرفشه، وانا كراجل بحب الفرفشه على سبيل المثال، ربطت عندي قيمه الفرفشه بايه؟ بيكي. يبقى انا حرفيا كل ما هتضايق من اي حاجه في الدنيا هرفع التليفون واكلمك، هاجي اقول لك انا متضايق انا عايز اقعد اجي اتكلم معاكي شويه. يبقى انت كده عملت ايه؟ ربطت القيم اللي هو بيحبها. هديكي مثال تاني، على سبيل المثال هو راجل بيحب بطنه زي اغلب الرجاله بيحبوا بطنهم، وهو راجع جعان او نفسه في اكل، انت يا ساعتها اعملي ايه؟ مش تعملي الاكل الحلو وتقولي له كل وخلاص والاكل عجبك ولا لا، لا خالص. الاكل عجبك
هو هيقول لك اه حلو الحمد لله. اقول له شفت ازاي لما انت اكلت الاكل؟ والله الواحد لما بياكل اكل حلو موده بيتغير، باين عليك ان انت مودك اتغير، باين عليك ان انت اتغيرت لما اكلت الاكل اللي عجبك. خلاص يا سيدي، بعد كده لما تلاقي نفسك متضايق تعالى اعمل لك احلى اكله وخلي بالك رايق. النقطه الثالثه وبرده هي نقطه مهمه جدا معانا اللي بتكمل الصوره دي بقى، فكره الثقه في النفس. يعني الثقه في النفس يعني عامليه وانت واثقه جدا من نفسك. يعني انا واثقه من نفسي ان الحاجات اللي بعملها حلوه، واثقه من نفسي ان انا مهتميه بيك، واثقه من نفسي ان انا بحبك، واثقه من نفسي ان انا متواضع معاك، واثقه من نفسي ان انا بحترمك. مش معناه واثقه من نفسك انك تتعالي عليه، لا خالص. واثقه من نفسك انا واثقه اللي بعمله ده بيعجبك. فلما انت بتيجي بتقولي للي قدامك ان انا واثقه الحاجات دي بتعجبك، انا شايفه انها بتعجبك، الثقه دي بتتنقل في عقله. يا جماعه الثقه دي بتتنقل في عقل الراجل. الراجل مننا هجيبها لكم والله العظيم بكل بساطه، انا مش بقول 100% من الرجاله، لكن والله خلينا اقول على الاقل 95% من الرجاله هو مش بيدور على واحده ثانيه ولا عايز يطلع لواحده ثانيه عشان فكره واحده ثانيه وخلاص، والله العظيم ابدا. هو بيبقى فيه قيم معينه او حاجات هو بيدور عليها، ايا كانت نوع الحاجات دي تختلف من راجل لراجل، هو مش لاقيها معاكي، مش شايفك انت بتديها له، فساعتها هو بيدور على القيم دي بره. انتوا بقى الستات بتبقوا شايفين الموضوع ده الراجل عينيه زايغه. انا مش بقول ما فيش رجاله عينيهم زايغه، في رجاله عينيهم زايغه مهما ست عملت له كل حاجه وكانت التوب في كل حاجه هو برضه عايز واحده ثانيه. انا مش بعترض على ده، لكن ده نسبته قليله جدا. انا هنا مش هاجي اخد نسبه قليله واعمم بيها باقي الرجاله، لكن انا بقول لكم الرجاله عامله زي القطط الطفشانه، لو ما اخدش القيمه اللي هو بيدور عليها، الحاجه اللي هو عايزها، اللي هي طبعا اهمهم ورقم واحد فيهم الريسبكت، الاحترام، فخليكي عارفه خلاص الراجل ده 100% هيدور على واحده ثانيه بره 100%، مش عشان عينيه زايغه، عشان انت مش مديها له الحاجه اللي هو بيدور عليها. لكن لو انت بتدي له حاجه زي ما احنا ما اتكلمنا، عايزك تبقى واثقه من نفسك. الثقه بتاعتك دي في اللاوعي عنده هتتنقل. عارفين انتوا دايما بتيجوا تقول انتوا الرجاله بتحبوا الست اللي تعاملكم وحش؟ لا، الراجل ما بيحبش الست اللي بتعامله وحش، الراجل بيحب الست اللي واثقه من نفسها. الراجل لما بيشوف ست واثقه من نفسها بتبقى عارفه انها بالبلدي بتاعتنا كده بالمصري جامده. يعني ايه جامده؟ يقول لك الست دي جامده. جامده مش جامده يعني قويه هتفتري عليا، لا، جامده يعني واثقه من نفسها، عارفه كويس هي بتعمل ايه، بتعمل الحاجه وهي عارفه ان الحاجه بتطلع صح. فده في اللاوعي عندي انا، حتى لو الحاجه اللي هي عملتها دي 60 70% انا هشوفها 90%. ليه؟ لان هي بتتكلم او بتعمل حاجه بثقه، مش بغرور تاني، بثقه. عارفين اللي بيطلع في مؤتمر وبيتكلم في وسط الناس وبيتكلم بثقه، ممكن الكلام كله اللي بيقوله كله غلط تماما لكن مش مهزوز، بيتكلم واضح، عينيه باصص عليك، بيتكلم بوضوح، مش خايف من حاجه، ما فيش حاجه فارقه معاه. ساعتها حرفيا ايه اللي بيحصل؟ ساعتها بتحس ان الراجل ده جامد جدا، او الراجل او البريزنتر ده او الشخص اللي بيتكلم ده انت بتبقى شايفه جامد جدا. ممكن حد تاني بيتكلم كلام علمي كويس جدا بس طالع بيتلجلج، او مش باصص في عينيك، او باصص بعيد، او عمال يتهز، او عمال يرعش وعامل كده والحركات دي كلها. ساعتها انت تلقائيا بتحس ان الراجل ده مش واثق من نفسه، فبتحس ان الكلام ده حتى لو هو كلام جامد جدا ممكن يبقى كلام فعليا 100%، هتشوفه 50%، واللي بيتكلم 50% هتشوفه 90%، عشان موضوع الثقه في النفس. خليكي واثقه من نفسك، خليكي واثقه من نفسك. الثقه دي هتتنقل له، مش تتعالي عليه. واثقه من نفسك ان انا جامده، ان انا الحاجه بعملها حلوه. وخلي الفايبس بتاعه البيت، دي اهم حاجه في فكره الثقه في النفس، خلي الفايبس بتاعه البيت ايجابيه. يعني ما بلاش النكد، بلاش الكلام السلبي، بلاش الحاجات اللي تضايق، بلاش الجو اللي هو دي احلى مني ودي احسن مني وانت اتاخرت وانت ما تقرفهوش. خلي الفايبس بتاعه البيت كويسه. لو انت عملت الاربع حاجات دول، لو انت عملت الاربع حاجات دول اللي انا قلتهم لك، انا باكد لك حرفيا الراجل اللي انت شايفاه عينيه زيغه ده والله العظيم هيسيب الناس كلها وهيجي لك انت، لان احنا كلنا في الاخر بندور على اللي يدينا الحاجه اللي احنا عايزينها. ولو انت عايزه تعرفي بقى ايه السبب اللي بيخلي الرجاله تطفش، فشوفي الفيديو اللي طالع قدامك ده. السلام عليكم.